ايه اللي ممكن يحصل لو لقيت باب صغير في بيتك بيودي العالم شبه العالم بتاعك بالظبط، بس كل حاجة فيه أحلى وأجمل؟ دي حكاية كورالاين، بنت صغيرة بتحب المغامرات وبتكتشف عالم غريب وملعون ورا باب مقفول، عالم بيضحك في وشها الأول لكن بيخبي وراه أسرار مرعبة. تعالوا نعيش معاها الرحلة دي لحظة بلحظة ونعرف إزاي حولت الفضول لشجاعة وإزاي واجهت أخطر كابوس في حياتها. استعدوا لأن الحكاية دي فيها رعب، سحر، وأحداث مش هتتنسي. القصة بتبدأ بكورالاين كانت بتتمشى حوالين البيت الجديد اللي لسه ناقلين فيه وبتدور على بير قديم. المكان شكله غريب ومريب كده، تحس إن في حاجة مش مريحة. وهنا بيظهر ولد غريب اسمه ويبي وبيبتدي يكلمها وبيعرفها إن جدته هي اللي بتملك القصر اللي عايشين فيه. كورالاين جت مع أهلها من مدينة تانية وأجروا دور في القصر بتاع جدته، وكان في جيران عايشين فوقيهم وتحتهم. بعد ما ويبي سابها ومشي رجعت البيت ودخلت لمامتها وقالت لها بنبرة فيها خوف واستغراب: عارفة يا ماما، امبارح كنت هقع في بير، كان ممكن أموت. مامتها اللي كانت مشغولة ومش مركزة خالص ردت عليها من غير ما ترفع عينيها حتى، وقالت لها بجد ده شيء جميل جدا. كورالاين اتصدمت من ردها، بس مامتها كملت كلامها بنبرة سريعة: أنا مشغولة ومش فاضية دلوقتي لحواديتك. بعد كده مامتها قالت لها: خد الطرد ده، جالك واحد اسمه ويبي هو اللي جابهولك. كورالاين أخدته وهي مستغربة، ولما فتحت الطرد اتفاجئت بعروسة قماش صغيرة، بس الأغرب إن العروسة كانت شبهها بالظبط، نفس اللبس، نفس الشعر، نفس التفاصيل. بس في حاجة واحدة كانت غريبة جدا، كانت عيون العروسة عبارة عن زراير سودة متخيطة. مع الطرد كان في ورقة صغيرة مكتوب فيها رسالة من ويبي وبيقول: العروسة دي لقيتها في صندوق قديم عند جدتي. كورالاين حست إن في حاجة مش مظبوطة، العروسة شكلها مرعب شوية، بس رغم كل ده قالت لنفسها: مش هشغل نفسي، دي عروسة وخلاص. وبعد كده راحت لباباها يمكن تلاقي عنده شوية اهتمام أو حتى تعرف تتكلم معاه. دخلت عليه لقيته قاعد على الكمبيوتر فبيقول لها: أنا مشغول دلوقتي. كورالاين زعلت وخرجت من أوضته، وبعد شوية وهي ماشية في البيت العروسة بتشد إيدها كأنها بتدلها على حاجة. فضلت ماشية لحد ما وقفت قدام باب صغير في الحيطة، باب غريب جدا. راحت لمامتها واتفقت معاها انها تفتح لها الباب ده بمقابل انها ما تعملش دوشة تاني. وفعلا مامتها جابت المفتاح وراحت معاها لحد الباب الصغير اللي في الحيطة. فتحت الباب، لكن الصدمة كانت ان الباب من جوه كان مبني بالطوب كأنه جدار مقفول ومفيش وراه اي حاجة. مامتها قالت لها وهي بتقفل الباب: ده مجرد باب قديم، سيبيه في حاله بقى. كورالاين مشيت وهي مش مطمنة وحست ان في حاجة مش مفهومة بتحصل حوالين الباب ده. وفي نص الليل وهي نايمة على سريرها فجأة حاجة صحتها، وكان فار. الفار ده جري ناحية الباب الصغير وهي جريت وراه، ولما وصلت عند الباب لقت ان الباب المرة دي مش مقفول. مدت ايديها وفتحته وكان وراه نفق طويل مليان ألوان غريبة زي ما يكون حلم مشيت فيه، لحد ما وصلت في الآخر للبوابة التانية وخرجت منها. بس الغريب إنه كان نسخة طبق الأصل من القصر اللي عايشين فيه، نفس الأوض، نفس الحيطان، نفس كل تفصيلة، بس كان في حاجة مش طبيعية. دخلت جوه وهي مش مستوعبة اللي بيحصل وراحت ناحية المطبخ، وهنا كانت المفاجأة الكبيرة. مامتها كانت واقفة في المطبخ بتطبخ لأنها عمرها ما دخلت المطبخ أصلا، بس أول ما قربت منها وشافت وشها كانت الصدمة التانية. عينيها كانت زراير سودة متخيطة زي عيون العروسة بالظبط. الست دي بصت لها وابتسمت وقالت لها بصوت ناعم بس في حاجة مريبة: أنا مش مامتك، أنا مامتك البديلة، يلا نادي لباباكي، العشاء جاهز. وفعلا راحت لباباها اللي كان قاعد بيعزف على البيانو، بس أول ما دخلت عليه لاحظت حاجة غريبة، عينيه برضو كانوا زراير، بس رغم كده كانت مبهورة باللي بيحصل. باباها التاني كان مختلف تماما عن باباها الحقيقي، كان مهتم بيها بطريقة مش طبيعية وكان عامل لها أغنية مخصوص وبيقعد يغني لها. وبعد كده اتجمعوا كلهم على العشاء، والعشاء كان شكله جميل جدا والجو كله كان دافي ومفرح، وجايبين لها تورته مخصوص علشان يرحبوا بيها في البيت ده. وبعد ما خلصوا اكل قالوا لها يلا نلعب لعبه، لكن هي قالت لهم بلطف: لا ما ينفعش، لازم اروح على سريري دلوقتي. فابتسموا وقالوا لها ماشي يا حبيبتي، تعالي نوصلك لاوضتك. واخدوها فعلا وودوها لاوضتها في البيت ده. واول ما دخلت اتفاجئت
الأوضة كانت تحفة مختلفة تماما عن أوضتها في البيت الحقيقي، كانت مليانة لعب وألوان مبهجة والتصميم كله كان يخطف العين، وكورالاين كانت فرحانة بيها جدا وطلعت على السرير وغمضت عينيها ونامت. ولما صحت كورالاين تاني يوم فتحت عينيها ولقت نفسها في أوضتها الحقيقية. على طول قامت بسرعة جريت ناحية الباب الصغير، لكن لما راحت لقت الباب مقفول زي الأول. وقتها استوعبت إن اللي حصل كان مجرد حلم، أو على الأقل هي افتكرت كده. وبعد شوية لقت شوية رسائل متعلقة باسم جارهم اللي ساكن فوقيهم، خدتهم وطلعت تدهم له. لكن أول ما دخلت لقت عنده مجموعة فيران وكان بيدربهم على حركات سيرك. الغريب بقى ان الراجل ده قال لها كلام غريب، قال لها ان الفيران بتوعه طلبوا منه انه يحذروها، قالوا له قول لها ما تفتحش الباب ده تاني وما تدخلش جواه ابدا. كورالاين استغربت جدا ايه علاقة الفيران بالباب، بس كالعادة ما اهتمتش بكلام الراجل. نزلت بعدها تتعرف على جيرانهم اللي ساكنين تحت، وكانوا 2 ستات كبار في السن. قعدت معاهم وواحدة فيهم قرت لها الفنجان وقالت لها بكل جدية في خطر كبير جاي عليكي. كورالاين كانت محتارة، كل الناس بتتكلم بطريقة غريبة. بعدها قابلت ويبي وقعدوا يتكلموا. قال لها ان جدته دايما كانت بتحذر من البيت ده، وقالت له ان اختها زمان اختفت بشكل غريب جدا ومحدش عرف راحت فين. بس رغم كل التحذيرات كورالاين كانت شايفة ان اهلها التانيين في العالم التاني بيهتموا بيها اكتر. وبالليل اتكررت الحكاية وراحت العالم التاني، وكل يوم كانت بتروح هناك وبتدخل من الباب الصغير، وبدأت تحب العالم ده أكتر من عالمها الحقيقي. والعالم ده كان فيه كل حاجة هي مفتقدها في حياتها، كل حاجة كانت بتظبطها على مزاجها بالظبط، أكل بتحبه وألوان وألعاب، وكمان كانت بتسمع كلام حلو طول الوقت. والمفاجأة الأكبر إنها لقيت ويب هناك، بس عيونه كانت زراير. وبرضه قابلت جارهم اللي فوق وكان بيعمل عروض مع الفيران، عروض خرافية وممتعة. حتى الفيران نفسهم كانوا بيرقصوا كأنهم متدربين على ده بقالهم سنين. وكمان شافت جيرانها الستات اللي تحت، بس النسخة التانية منهم كانت أحلى وأظرف. كل الشخصيات اللي شافتها في العالم ده كانت أحسن بكتير من النسخة الأصلية. وفي يوم أهلها المزيفين جابوا لها هدية. كورالاين كانت متحمسة، فتحت العلبة، لكن أول ما شافتها وقفت مكانها. جوه العلبة كان في زرارين سود. بصت لهم باستغراب وسألتهم ايه دول؟ قالوا لها بكل بساطة لو عايزة تفضلي هنا معانا للأبد لازم تبدلي عينيكي بالزراير دي. كورالاين اتصدمت وزعقت فيهم ايه الكلام ده، وهي في لحظة زقت العلبة بعيد عنها وجريت على أوضتها بسرعة. كان أملها الوحيد إنها تنام وتصحى في بيتها العادي، وكل ده كان حلم وينتهي. بس الغريب بقى إنها لما صحيت ما كانتش في بيتها، كانت لسه هناك في العالم الموازي. وقتها بدأت تحس بتعب وخوف، مش قادرة تصدق إنها محبوسة هنا فعلا. فضلت تمشي في المكان تحاول تلاقي مخرج، وأثناء كده بدأت تكتشف إن كل اللي حواليها مزيف. كل حاجة كانت بتنهار تدريجيا، حتى الألوان بقت باهتة. وظهرت الحقيقة المرعبة، الأم المزيفة دي طلعت ساحرة شريرة، وشكلها الحقيقي بقى واضح وبقت مرعبة. عرفنا ساعتها إنها هي اللي صنعت العالم ده كله، وكل الشخصيات اللي فيه بتتحرك بإرادتها، مجرد عرايس بتخدم كورالاين علشان تقع في الفخ. والمفاجأة الأكبر إنها قالت لها إنها هي كمان اللي كانت ورا العروسة اللي بعيون زراير عشان تراقبها، وإنها استخدمت نفس الطريقة مع أطفال كتير قبلها. كورالاين وقتها شافت الأرواح الحزينة بتاعة الأطفال دول كانوا بيكلموها، كلهم مروا بنفس التجربة وكانوا فاكرين إنهم أخيرا لقوا بيت يهتم بيهم. بس الساحرة استدرجتهم، وللأسف الشديد لما الأطفال كانوا بيوافقوا إنهم يغيروا عيونهم ويحطوا مكانها زراير، الساحرة وقتها كانت بتاخد روحهم وترميهم وتبدأ تدور على طفل جديد بدلهم. بس لحسن حظ كورالاين إن ويبي صاحبها قدر في اللحظة المناسبة ينقذها وياخدها وترجع تاني للعالم الحقيقي. إنما أول ما رجعت ما لقيتش لا أمها ولا أبوها، وكان ده أكتر موقف حسسها بالندم وزعلت عليهم جدا. ساعتها بس فهمت قد إيه أهلها كانوا مهمين، وإنها ما كانتش مقدرة وجودهم ولا حنانهم، وعرفت إن السبب في اختفائهم هو الساحرة الشريرة. فنزلت لجيرانها اللي تحت، وهناك ادوها آلة سحرية وقالوا لها بص منها هتشوفي أي حاجة ضايعة منك. وقررت إنها ترجع للعالم التاني، بس مش عشان تنقذ أهلها إنما كمان عشان تنقذ باقي الأطفال اللي
خطفتهم الساحرة، والمرة دي راحت معاها القطة بتاعت ويبي. وأول ما دخلوا العالم التاني القطة اتكلمت وقالت لكورالاين إن الساحرة بتحب اللعب والرهان ونصحتها تعمل معاها اتفاق. وفعلا راحت كورالاين للساحرة وقالت لها أنا هدور على أهلي وعلى أرواح الأطفال، ولو لقيتهم هرجع بيهم، بس لو معرفتش ساعتها خدي روحي وخيطي لي عينيا زي ما عملتي مع الباقيين. وابتدت كورالاين تدور، لكن كل حاجة كانت جميلة قبل كده اتحولت دلوقتي لحاجة بتخوف، وكل حاجة بدأت تتحول لعقبات قدامها، ومع كل خطوة كانت بتقرب بيها من الحقيقة كان كل شيء حواليها بيتحول لحاجة مخيفة. حتى أبوها المزيف وجيرانها اللي كانوا في الأول ودودين اتحولوا لعقبات مرعبة في طريقها. لكن كورالاين ما كانتش لوحدها، كانت معاها الأداة السحرية اللي أخدتها من جيرانها الحقيقيين في العالم الحقيقي، واللي كانت بتساعدها تشوف الحاجات الضايعة. وبفضل الأداة دي قدرت تلاقي أرواح الأطفال اللي خطفتهم الساحرة، وكل مرة كانت بتلاقي روح طفل جزء من العالم الموازي ده كان بينهار وبيتدمر لحد ما الدنيا كلها حواليها اختفت وما بقاش غير البيت الرئيسي اللي كانت فيه الساحرة. جوه البيت ده كورالاين بتكتشف المفاجأة الكبيرة، أهلها محبوسين جوه لعبة، ومن غير تفكير أخدت القطة ورمتها على الساحرة. القطة كانت مستنية الفرصة دي وهجمت على الساحرة بكل قوتها وفضلت تخربش فيها لحد ما قدرت تشيل عينيها اللي كانوا شبه الزراير. الساحرة بدأت تصرخ وحصلت مشادة، بس لأنها ما بقتش شايفة قدرت كورالاين مع القطة يهربوا ورجعوا بسرعة للعالم الحقيقي ومعاهم اللعبة اللي جواها أهلها. وبعد لحظات اللعبة بتتكسر وأهلها بيطلعوا منها، بس كانوا مش فاكرين أي حاجة من اللي حصلت. ساعتها كورالاين حضنتهم بكل حب لأول مرة بجد بعد ما عرفت قيمتهم، ومبقتش عايزة غير إنها تفضل في حضنهم للأبد. وبعدها ظهرت أرواح الأطفال اللي أنقذتهم وشكروها على اللي عملته، وقالوا لها إنها لازم تخبي مفتاح الباب اللي بيوصل للعالم الملعون ده عشان ما يتفتحش تاني أبدا. كورالاين على طول افتكرت البير اللي شافته في أول الفيلم وقررت تروح ترمي المفتاح فيه، لكن وهي عند البير هجمتها ايد الساحرة. الايد دي كانت اتقطعت منها اثناء الخناقة اللي حصلت في العالم التاني، وفضلت بتطارد كورالاين. وفي اللحظة المناسبة جا ويبي وساعدها تتغلب على الإيد الشريرة، وقدروا مع بعض يرموا المفتاح جوه البير ويقفلوه كويس، وبكده تخلصوا من لعنة الساحرة للأبد. واختفى العالم الموازي معاها. الضباب اللي كان مغطي المكان كله بدأ يتلاشى والجو رجع حلو ومنعش زي زمان. كورالاين بقت عايشة مع أهلها في حب وسعادة، وهم كمان بقوا مهتمين بيها أكتر من الأول. حتى الجيران اللي كانوا زمان غريب الأطوار بدأوا يزرعوا ورد وزهور وخلوا المكان كله مبهج. وفي النهاية ظهرت جدة ويبي صاحبة البيت القديم واللي كانت مختفية من زمان، ولما عرفت إن اللعنة انتهت قالت إن أختها اللي كانت مفقودة من زمان كانت واحدة من أرواح الأطفال اللي كورالاين أنقذتهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخص النهاردة، ولو وصلتوا لحد هنا أتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة علشان أوصل ل1000 مشترك بسرعة. مستنية أشوف رأيكم في الكومنتات وأشوفكم في ملخص جديد.